كلمتين لوجه الله تعالى. كل واحد بيعمل فينا معصية يفكر كده بينه وبين نفسه. يعني تخيل انت لو مت على هذا الوضع، ايه اللي هيحصل؟ تلاقي يوم القيامة محشور كده عمال ترقص او بتعمل حاجة. فأرجوك الحق نفسك، والله العظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون. رب ارجعني لعلي أعمل صالحا، لكن خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف. تخيل كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقف، الصحابة حواليه، وانت واقف بعيد مش قادر تقرب منه. حسرة، حسرة كبيرة جدا. احنا مش ملائكة ولا انبياء، حاشا لله، ولا حد معصوم من الخطأ، لكن حاول تعدل من نفسك وحاول تفكر بينك وبين نفسك، هل اللي انت بتعمله ده راضي عنه؟ طبعا لا، مش راضي عنه. لكن عشان ابقى مشهور هعمل اي حاجة. انا عايز اطلع ترند. تطلع ترند على ايه؟ تعمل اي حاجة ترميك في النار. فبلاش بلاش تعمل اي حاجة هايفة، او ان انت تعمل فيديو زي كده وده ياخده وينتشر ما تعرفش تحذفه. ربنا يرحمنا ويهدينا ونفكر ألف مرة ونعدل من أنفسنا، وربنا يحفظنا ويهدينا. صلي على سيدنا النبي وخليك مع الله تكسب. والسلام عليكم.